واش نقدر نفيق اثناء التخدير العام؟ السؤال اليوم ديال اسماء اللي خايفه انها تفيق وسط العمليه وتحسب الالم. عموما ملي كيدخل المريض عند فريق التخدير وفي حاله التخدير العام وبعد تحقق من الهويه ديالو مجموعه من الاسئله الاخرى كمثال واش انه صايم ولا لا، كيركبوا المسار الوردي في العرق اللي كيدوز ليه اول دواء مسكن اللي كيكون 100 مره قوي على المورفين. من بعد دقيقه او جوج كنتمنوا للمريض احلام سعيده وكنعطيو الدواء الثاني اللي هو اللي كينعس بضع ثواني، واخيرا الدواء اللي كيؤدي الى ارتخاء عضلي اذا كان ضروري. دابا السؤال شحال كيبقى مفعول ديال داك الدواء اللي كينعس الله يخليكم؟ من 5 حتى 8 دقائق. هي غادي نفيقوا وسط العمليه؟ لا، من بعد ما درنا هادشي كاين جوج ديال الطرق باش نكملوا داك التخدير العام. يا اما كنلصق واحد الابره كبيره عامره بداك الدواء ديال النعاس اللي استعملنا في الاول في واحد الحقنه الكترونيه كتبقى تدفع داك الدواء بشويه خلال العمليه كامله، او لا من بعد ما حطينا انبوب التنفس وسط القصبه الهوائيه ديال المريض، نهضروا عليها في حلقه اخرى، كنربطوا هذا الانبوب مع واحد الماكينه ديال التنفس الاصطناعي لان المريض تحت التخدير العام ما كيقدرش يتنفس بوحده، فكيجيه الهواء زائد الاكسجين عبر ذاك الانبوب زائد غاز ديال التخدير مع طوال العمليه الجراحيه. ملي كيقرب الجراح يسالي العمل ديالو كنطفيو القنينه ديال الغاز المخدر وكيبدا المريض يخرجه مع الهواء اللي كيتنفس، كيدوز من العقل الى الدوره الدمويه ومن ثم الى الرئتان باش كيخرج. بالتالي كتنقص التركيز ديال داك الغاز عند المريض حتى كتقرب للصفر في الهواء اللي كيدخل واللي كيخرج، ومن ثم كيفيق المريض. دابا كي غادي نديرو نعرفوا واش المريض يقدر يفيق ولا لا؟ الا كان التخدير بالغاز ففي ديك الماكينه ديال التنفس الاصطناعي كاين بزاف ديال الارقام، منهم شحال كيدخل المريض ديال الغاز التخدير، شحال كيخرج منه في التنفس، زائد واحد الرقم اللي كيوري مدى التخدير اللي خاض عليه المريض. هي واحد النسبه كتخالف على حسب السن والغاز المستعمل، كتكون خصنا نخليوها في واحد القيمه متوسطه اللي مناسبه للمريض والجراحه باش انه ما يقدرش يفيق ويكون التخدير عميق وكافي باش انه ما يحس حتى شي حاجه. الا كان التخدير العام تكمل بالحقنه ديال الدواء عبر العرق، هنا كنحسبوا المده، كما انه يمكن لنا نستعنوا باجهزه مثلا واحد الصمته فيها بزاف ديال الاقطاب كتورينا موجات دماغيه كي دايرين، وكنعرفوا بالتالي الدرجه ديال التخدير ديال المريض لانه بفضل دوك الموجات كنشوفوا كي كيتصرف الدماغ ديك الساعه، واش التخدير بزاف عليه وغادي ينوض مدوخ او لا قليل وخصنا نزيدو. كما ان في ديك الماكينه ديال الحقنه الالكترونيه حتى هي فيها تتوريك شحال النسبه او التركيز الماده المخدره في الجسم ديال المريض. وفي جميع الحالات الفريق ديال التخدير كيكون حاضي كل ثانيه المعايير الحيويه ديال المريض، منهم الطونسون ديالو اللي كتطلع مثلا ملي كيكون البنج خفيف، وبالتالي كنزيدو في لادوز، يعني انه قبل ما المريض يقدر يفيق الا تحركوا غير دقات القلب او الطونسون راه فريق التخدير كيكون على القرص، يعني صعيب بزاف تمشي توصل حتى للفياق الكلي لان ما بين التخدير والفياق كيتبدلوا بزاف ديال الحوايج، منهم هذه المعايير الحيويه وكذلك التنفس. التخدير في الزمن ديالنا امن بدرجه كبيره، ونسال الله الشفاء لكل مريض والعافيه للجميع. الا بغيتوا حلقه مطوله على التخدير العام قولوا لنا في الكومنتير وما يكون خطر. متابعونا لان ديما كاينه معلومه في سبيطار الحمى.